السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم. أنا هتكلم النهاردة على موضوع فوز الزمالك. الزمالك كان بيلعب يوم السبت اللي فات مع أرتا سولار، بطل جيبوتي، اللي محدش كان يعرف عنه أي حاجة ولا يسمع عنه أي حاجة. وبالرغم من كده الإعلام الزملكاوي، مش هنقول بقى الجماهير، هنقول الإعلام الزملكاوي واللاعبين حسسونا ان بفوزهم على الفرقه ديت عملوا انجاز تاريخي. ومن يوم السبت لغايه النهارده بقينا يوم الاثنين الصبح، الصحف والاعلام الزملكاوي بيتكلموا عن الفوز والريمونتادا. انتوا الفرقه ديت لو لعبت مركز شباب مش هتفوز عليها. يعني الفرقه دي لو لعبت مركز شباب في مصر مش هتفوز عليها. والناس عامله هاله كبيره قوي 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 على موضوع الفوز. حاجه بجد غريبه ومستفزه. وبعدين يرجع يقول ده الزمالك بطل القاره. بطل القاره ازاي؟ يعني تصريح لمدحت عبد الهادي بيقول عاد اليكم بطل القاره وافريقيا كلها عارفه فريق الزمالك. ده بأمارة ايه يا كابتن مدحت ان شاء الله؟ يعني بأمارة ايه التصريح الجميل ده؟ والمعلق بتاع المباراه، اسف يعني، بيقول لفظ ملوش اي علاقه باي حاجه غير ان هو لفظ يتقال في الشارع في ساعه تغيير شيكابالا. اسف يعني. ايه الاهلي كان بيلعب وفاز رايح جاي على الماتش. كان الاتنين كانوا في القاهره وفاز 7. وفرقه لو ضعيفه جدا حتى لو كان قابلها في اثيوبيا كان غلبها رايح جاي، حتى لو الماتشين كانوا في اثيوبيا. بيراميدز كان بيلعب وفاز بمجموع الماتشين 6-1 وكان مغلوب هناك 1-0 او متعادل. فيوتشر عمل ريمونتادا ومحدش يتكلم، مفيش حد اتكلم عن الفرقتين سواء بيراميدز ولا فيوتشر، وهي نفس ظروف الزمالك. مفيش حد اتكلم يا دوب. حتى لعيبه فيوتشر في الماتش بتاع امبارح لما فازت عادي جدا، وفازوا وخرجوا وطلعوا وبرضه ريمونتادا، يعني برضه بريمونتادا ومطرود منهم واحد. فايه اللي معمول حوالين الزمالك دوت؟ وانا نفسي افهم بس انتوا عايزين توصلوا ايه سواء بقى للناس او لجماهيركم. مش فاهم بصراحه، مش بجد انا مش فاهم. بعيدا عن ده كله بقى، انا بصراحه انا واحد فرحان ان الاربع فرق بتوع مصر كملوا في البطولات، وخاصه ان هم دخلوا دوري المجموعات. السنه اللي فاتت لما الاهلي كان بيطالب بتاجيل ماتشاته كان الفرق دي بتعترض، او كان في فرق بتعترض. دلوقتي حتى مستر حسين ذات نفسه، اسف، مستر كابتن حسين عامر، اما عمل الجدول على اساس انه تعمل دورين والكلام ده كله والليله دي كلها. طيب يا كابتن حسين، دلوقتي ان شاء الله دلوقتي الليله معاك، لان حضرتك دلوقتي هتبقى بدل ما كنت بتاجل للاهلي او الاهلي والزمالك بس، دلوقتي هتاجل اربع فرق، يعني اربع ماتشات بثمان فرق. الفرق اللي بتقابلها غير ان عندك بطوله افريقيا، وحضرتك رفضت في اول الدوري انك تعمل دوري من مجموعتين او تغير نظام الدوري. يا ترى الدوري هيخلص في نفس ميعاده؟ انت متاكد اللي هتضغط الماتشات بقى للفرق كلها اللي كانت بتنادي السنه اللي فاتت ان الاهلي ما يتاجلوش ماتشات؟ طيب هنشوف بقى السنه دي ان شاء الله كده، ولسه الدوري ما تلعبش فيه غير اسبوعين، والاهلي عنده شهر مش موجود كمان، فالماتشات متاجله. يا ترى الاهلي وبيراميدز والزمالك وفيوتشر هيلعبوا زي بعض، ولا هتيجي على حساب فرقه، ولا هتشيل فرقه الليله وتسيب باقي الثلاث فرق؟ اتمنى ان الفرق اللي كانت بتنده بالمظلوميه وتنادي المظلوميه ومظلومين وازاي الاهلي يتاجلوا السنه دي لما يسافروا بقى افريقيا ويطلعوا وينزلوا ويلعبوا ويروحوا تحت ويلعبوا ويركبوا مواصلات، طيارات، 3 مرات طيارات عشان خاطر يوصلوا القاهره وترانزيت مش عارف في انهي بلد. ما نشوف هيعملوا ايه. واتمنى برضو ان هم يعدوا الادوار بتاعه دوري المجموعات. اتمنى يعدوا دوري المجموعات. والف شكر لكم.